راه شعب حر تيهضر على راسو، تيهضر على حقوقه. كون بان ليه الخير في المغرب كون انضم للمغرب، ما بانش ليه الخير ما ينضمش. والجزائر اللي كتدعمو راه الجزائر حيت عندها في الدستور انها تدافع على حقوق الشعوب في تقرير المصير، الشيء اللي ما عندناش حنا في المغرب في الدستور ديالنا. الدستور المغربي ما تيقولش هادشي، حيت الدستور ديالنا ماشي شعبي، الدستور ديالنا عيان. حيت كون كنا دوله تحترم نفسها كنت حنا زدناها، كون قلنا الشعب المغربي غيوقف مع كاع الشعوب التي تريد تقرير مصيرها. ولكن حنا عيانين، حنا عيانين، ماشي حنا عيانين، الملك داير مرضنا عيانين، ما قادرينش نكتبوها. والجزائر كاتبينها في الدستور ديالهم، كاتبين انهم تيوقفوا مع الشعوب من اجل تقرير المصير. وكانوا واقفين مع جنوب افريقيا، ما تنساوش ان الشعب الجزائري كان واقف مع جنوب افريقيا. فاش كانت جنوب افريقيا عندها الشان وعندها وما كانش الحسن الثاني تيقدر يهضر، الجزائر كانت تهضر. وهما دابا جنوب افريقيا خداو الاستقلال ديالهم ولغاو كاع القوانين ديال العنصريه وداكشي تلغات بفضل بزاف ديال الناس من بيناتهم الشعب الجزائري. الشعب الجزائري واقف مع الشعب الصحراوي ويخسر عليه الفلوس ويدير، وشكرا للشعب الجزائري لانه كيدير هادشي هذا، لان هذا نوبل منه. كيخسر الفلوس على الشعب الصحراوي باش يوصل لتقرير المصير، يقرر راسو براسو. وهادو اللي تيقول لك لا حنا الجزائر، وهذا خصك تعرف بعدا انا ضابط سابق في الجيش المغربي وكان هو الضباط ديال الجيش المغربي راه تيعرفوا هادشي. شي لنا الحرب ما بين المغرب والجزائر، المغاربه غياكلوا العصا، غياكلوا العصا. حنا كنعرفوا هادشي هذا، راه ما بقاتش في السلاح. هو اصلا بعدا الكفه ديال السلاح والعدد الجزائر متفوقه علينا، هذه الاولى، الجزائر متفوقه علينا. ثانيا لان واخا يكون شي واحد متفوق عليك في السلاح، الا عندك العامل البشري مجهد ومتكون ونفسيا مستعد تقدر تربح. واخا الاخر متفوق عليك في العتاد وفي السلاح، معنويات الجندي المغربي وتحت الصفر، تحت الصفر. ما نكذبوش على راسنا، ما نكذبوش على راسنا. معنويات ديال الجيش المغربي تحت الصفر، في حين ان معنويات الجندي الجزائري مرتفعه بزاف. انا كنحمد الله انه ما غاديش ندخلوا في حرب، لان الجيوش بيناتهم راه تيعرفوا هذا الشيء وغتحل المشكل، واخا بلا 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 وهادشي اللي تيقولوا. ولكن لا قدر الله الا مشات توقعت شي حرب كونوا متيقنين ان الجيش الجزائري غيطحنا، لان الجندي الجزائري كيتخلص مزيان، واكل مزيان، لابس مزيان، مداوي كلشي. والجيش المغربي يا صاحبي راه حنا كنعرفوا شنو واقع. يمكن المدنيين شويه غابر عليهم هادشي هذا، والجندي المغربي راه صباطو متقوب وسروالو متقوب وكيوصلوا ليه الماكله للحيط خامجه. وراكم شفتوهم في الرباط كيفرشوا الكارطون صاحبي. اذا السيد مات خلى لمرتو 160 ريال اللي كتشد في الشهر. انت كتضل المعنويات. واش نهار تنوض الحرب والجنود المغاربه غيستسلموا للجنود الجزائريين، غيمشيو غيستسلموا؟ راه اصلا دابا كاينه تقريبا شي 500,000 ولا ما عرفت 800,000 مغربي اللي خدامين في الجزائر. دابا كاينين مغاربه خدامين في الجزائر، وما كاين حتى جزائري خدام في المغرب، والو ما كاينش جزائري واحد خدام في المغرب. الا كاين غتلقاه داير البيزنس، جاب معاه فلوس وشاري قهوه، ولا حيت مجوج مغربيه، ولا حيت خصو يجلس حداها، ولا غتلقاه جايب فلوس وداير. ماشي بحال المغربي اللي مشى للجزائر مكحط صفر، مشى للجزائر وبدات كيصرف فلوس. لدابا كاينين مغاربه خدامين في الجزائر وبخير. ويطلع عليكم محمد السادس وهاد الشلاهبيه ديال الصحافه ديالو يبداو يقولوا لكم الجزائر عيانه. والجزائر الا شدو كيطحنوك، حتى ضربك السلك ولا على من تتكذب. الا شدو كيطحنوك. وانا كنحمد الله انه ما غاديش ندخلوا في حرب مع الجزائر، لان ما كاينش علاش. هما خوتنا الجزائريين، خوتنا. وهادشي اللي كيدير محمد السادس والنظام ديالو الافتعال، ويبدا يعاير الناس بالبراش ديال المتظاهرين الصحراويين وكذا والاستفزاز. ولا نعرفك راجل خرج لهم، ولا نعرفك راجل ملي جاو كيتظاهروا تما خرج لهم. علاش؟ اشنو صورتي؟ هز التليفون كتصور فيهم، هادشي اللي صورتي. الناس دايرين لك مظاهره قدام الحيط ديالك، العساكريه ما مسلحينش، وهزين لي زاباري كتصوروا فيهم. صافي هادشي هذا هو اكبر ما قدرتي توصل له. واحد جالس في الرباط ولا في خريبكا ولا ما نعرفين، جالس يدير فيديو تيقول لك حنا غنطحنوهم غنديروا لهم. وإلا غطحنوهم سير دخل للعسكر وسير وقف في الصحراء. انا هادشي اللي نعرف، بلا ما تبقى تبلبل حل القناه وبلا بلا. حنا بوليزاريو يستفزوننا، حنا الجزائر تستفزونا، حنا غنديروا. ولا نعرفك راجل سير دخل للجيش، لبس الكيس البدله، هز السلاح وسير دافع وسير وقف. سير جلس غير سيمانه نتايا في الصحراء ونسميك راجل. سير جلس سيمانه في الصحراء، ملي الماء تقدر تشرب البول ديالك.
حاشا السامعين، البول ديالك تشربو لان الماء ما كاينش. يعني حتى ملي تبغي تبول غادي ديرو في قرعه، حيت غتقول راه واقيلا من دابا يومين ولا 3 ايام يخصني الماء. سير دير هادشي وعاد اجي دير قناه وبدا تبلبل وبدا تشحن في عباد الله، لان هاد المرتزقه هادو راه هما سبب الهلاك ديال المغرب. هادو اللي كيديروا لكم يوتيوب ويديروا لكم قنوات بين مزدوجات صحفيه ولو كيبداو يخمقوا عليكم. والنقطه الثالثه هي ان النظام دابا راه وصل صافي. الاحتقان اللي كاين في الشعب المغربي وصل للقمه ديالو، او لا وصل لمستوى عالي لدرجه ان النظام ولا تيبغي غير يلهيكم باش ما كان الاف 35 امهيريز. هاد امهيريز هادي بعدا هاد المعبر راه النظام هادي 4 سنين قال لك بغى يدير ميناء حقا، حيت كان خايف لا الجيش الصحراوي والشعب الصحراوي يغلقوا المعبر ديال الكركارات. النظام المغربي كان باغي يدير واحد الميناء في مهيريز باش زعما يبدا تجي السلعه حتى المهيريز ويركبوها في الباطوات ويخرجوها ويديوها ويجيو يردوها لموريتانيا. بعدا اصلا موريتانيا ما قابلاش هذا الشيء، حيت هذاك الطرف هذاك راه ديال موريتانيا ماشي ديال المغرب. وموريتانيا سلماتو السلطه الاداريه، سلماتها للبوليزاريو، ما سلماتهاش للمغرب. المغرب راه غير هارف، يعني حتى دوليا المغرب ما يقدرش تيهضر حيت الارض ديال مواليها. راه هادشي اللي خصنا ندخلو لدماغنا، راه الارض ديال مواليها ماشي ديالنا حنايا. اذا باش خدام عليكم دابا النظام المغربي من اجل رفع المعنويات ديال المغاربه، لان الاحتقان وصل لواحد المستوى لا يتصور. اذا بارك عليكم بالكذوب وبالوهم وبالغميق. ما كاين هادشي كاع اللي تيقول لكم النظام ما كاينش. فرض 1.5% على الاجور ديال الاجراء والموظفين اللي كيشدوا اكثر من 10000 درهم. وشنو هي 10000 درهم؟ انا ما كنهضرش بشكل على اللي تيشدوا اقل من 10000 درهم، الله يكون في العوان. اللي كيشد كاع 10000 درهم ما تقدرش يعني يلاه تجي مقاد باش تقري ولاد قرايه مزيانه وتلبسهم لباس مزيان وتصيفطهم يدوزوا عطل مزيانين، ولا قد غيضربك ب 1.5%. واش هذيك الفلوس اللي غادي يجمع هو راه تقريبا نفس في عام واحد، في عام ماشي في شهر ولا في عام، راه تقريبا نفس الفلوس باش شرا هو قصر في باريس. من فلوسكم نتوما، من فلوسكم، حيت هو ما خدامش. واش عمركم شفتوه كيضرب الفالا والفاس؟ عمركم شفتوه كيفاش كيشد 700 مليون في النهار؟ هو ما عسكري، ما بناي، ما مهندس، ما طبيب، ما والو. اش كيدير؟ شنو مالك راه ماشي خدمه. اش كيدير والو، كيسرق لكم فلوسكم. فليسقط هذا الملك وهذا النظام الديكتاتوري الاجرامي الفاشل الفاسد المفسد الجبان الخائن الذي يرأسه ملك عميل ومهرب للمال العام للخارج والمدعو محمد السادس. وليحيى الشعب المغربي حرا ابيا، شاء من شاء وكره من كره. وانا قلت لكم قسما بالله درتوا الثوره وخرج هرب لبرا انا نردوا لكم، انا مصطفى اديب نشدوا ونردوا لكم للمغرب، تحاكموا محاكمه شعبيه. على خير.